بسم الله الرحمن الرحيم. الأهلي المصري ويانج أفريكانز بطل تنزانيا في ذهاب دور ال16 في دوري الأبطال الإفريقي. النتيجة تعادل 1-1. سجل عمرو جمال هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 11 من ضربة رأس. تعادل يانج أفريكانز في الدقيقة 19 لكرة عرضية تصطدم بالخطأ في حجازي ويسكنها الشباك. معرفش تعادل ايه اللي انتوا فرحانين بيه. بقى بالذمة في أسهل من كده مباراة؟ الإعلام المصري هيفضل كده لحد امتى؟ الإعلام المصري بيصنع مارد ويكبر الصغيرة. ناسيين إننا أسياد أفريقيا على صعيد الأندية والمنتخبات. خوفتونا من نيجيريا وخلتونا نحط إيدينا على قلوبنا، ولعبنا الذهاب وتعادلنا 1-1 والإياب وفوزنا 1-0، ولما هدينا لقينا إنها مش نيجيريا. احنا كنا بنلعب اسم بس. نيجيريا ما كانش ليها أي تواجد في المباراة. والأهلي لما لاعب ريكرياتيفو الأنجولي اتعادل بره 0-0 وفاز هنا 2-0، والفريق الأنجولي ما كانش ليه تواجد في اللقاء. وفريق النهارده ما راحش الإكرامي غير بكام شوطة من بره ال18. ده فريق بني عبيد والأسيوطي بيلعب أحسن منه. ثم إن الأهلي ما كانش هو اللي بيلعب النهارده. اللي كان بيلعب النهارده هو منتخب مصر. إكرامي وربيعة وحجازي، أحمد فتحي وغالي ومؤمن زكريا، صبري رحيل وعبد الله السعيد وعمرو جمال والداهية رمضان صبحي. أقسم بالله المفروض تنزانيا يقدم تظلم للاتحاد الإفريقي على عدم تكافؤ الفرص. فريق بيلعب قدام منتخب، ومش أي منتخب. إمتى هنتخلص من عقدة ماتشات الذهاب والإياب دي؟ إمتى هنبقى أسود بره وجوه؟ العقدة دي هي اللي مأثرة علينا ومش مخلينا نوصل كأس العالم. أقول لكم الدليل؟ إحنا على صعيد المنتخبات في البطولات المجمعة فايزين على كل من الكاميرون وكوتيفوار بال4، والجزائر بال5، ونيجيريا بال3، وعلى السنغال وجنوب أفريقيا وغانا وتونس والمغرب. وأكبر دول في القارة غالبهم ومطلع عينهم. مش هم دول اللي وصلوا كأس العالم؟ وواخد بطولات من غانا وكوتيفوار والكاميرون، وفايز على إيطاليا بطلة العالم كله. وبلغة الكورة قطعت البرازيل، سجلت فيها 3 أهداف وأحرجتها قدام العالم كله. البرازيل سيدة العالم في كرة القدم. انت سجلت فيها 3 أهداف، منهم هدفين في 52 ثانية، وبعد كل ده ما بتوصلش كاس عالم. عارفين ما بنوصلش كاس عالم على ايدين مين؟ ناميبيا ومدغشقر وبنين وليبيريا وزيمبابوي وغيرهم من الفرق اللي ما بنسمعش عنها والله، ولا نعرف انهم من قارة افريقيا اصلا. وكل ده بسبب الوهم والوحش والغول اللي بيرسموا لنا رجال الاعلام تحت مسمى هلعب بره ارضي. واللعيبه بتصدق الحجج دي وبتتاثر بالكلام السلبي ده، والجماهير لما بتشوف اداء اللعيبه كمان بتصدق. انتوا ليه مش مصدقين اننا ابطال افريقيا؟ ليه مش مصدقين اننا اسياد القاره في كره القدم؟ عمرو زكي لما جات له الفرصه سجل كام هدف في الدوري الانجليزي في نص موسم، وفريق كان ساعد من درجه تانية. حازم حماده امام لما لعب في المانيا. احمد حسام ميدو لعب لكام نادي اوروبي. حسام غالي والمحمدي ومحمد زيدان. واخيرا وليس اخر النجمان محمد صلاح والنني. قال ايه؟ الاهلي تعادل مع بطل انجولا 0-0. الاهلي تعادل مع بطل تنزانيا 1-1.
مصر اتعادلت مع نيجيريا 1-1. أنجولة مين وتنزانيا مين ونيجيريا مين؟ اعرفوا قيمة اللاعب المصري بقى، اعرفوا انه عالمي. ليه كمية الإحباط دي؟ شوشرة إعلامية احنا اللي بندفع ثمنها. الجزائر لعبناها على أرضها اتغلبنا منها 3-1. ساعتها قلنا عشان بره الأرض. لعبناها على أرضنا غلبناها 2-0 وبالعافية. ساعتها قلنا علشان على أرضنا وخايفين لو دخل فينا جون هنطلع. لعبناها في السودان واتغلبنا 1-0، ولا احنا لعبنا ولا هم لعبوا، وكانت الحجة أصلهم طلعوا علينا بمطاو. في ايه؟ ما تفوقوا بقى. بعد كام شهر لعبناها في بطولة أفريقيا غلبناها 5 مع الرأفة. عارفين غلبناها 5 ليه؟ عشان ملناش حجة. لا هنعرف نقول ده على أرضهم ومعاهم الجماهير، ولا هنعرف نقول ده عندنا والجماهير المصرية عاملة ضغط على اللاعبين، ولا كان معاهم مطاوي. يا رجال الإعلام اتقوا الله فينا. أقسم بالله مصر تملك لاعبين عالميين، ملايين الدولارات في أرض الملعب، بين قوسين لعيبة متكلفة. بلاش انتوا تحبطوهم بكلامكم الخايب ده. عايزين نغير ثقافة الكرة في مصر. اقول لكم امتى نغير الثقافة دي؟ بالإعلاميين فابدأ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.